ناس كثيرين فيه. فطلبنا بما يسمى بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين اللي مظلومين. النظام كان فيه ظلم. فقيل تحويرا للكلام ده يعني احنا ما نقدرش نصدر عفو عام كده، لكن كل اللي ليه مظلمه ومظلوم سياسي يفرج عنه فورا، يعني يحصل نوع من الفرز. انا اقبل بذلك. كويس. أيوة. من المرونه. مش هقول يعني تعالى بكره روح افتح باب السجن وكل اللي فيه يروح، لا. اللي عليه حكم ومدان يستنى يقضي عقوبته، لكن الذي حكم استثنائيا او حكم خلال محكمه عسكريه او حكم بسبب ارائه طبعا المضاده لهذا النظام، وحيث ان هذا رحل يفرج عنه. وده اقل شيء تحقيق. كان الرد ايه بقى؟ ان هو اللي ليه مظلمه يتقدم بيها ويتم النظر في امره ويتم الافراج. وادرجت من بين المظالم. نعم، ادرجت من بين هذه الاشياء. ايضا من ضمن الاشياء المهمه جدا كانت حاله الطوارئ. احنا بنحكم بالطوارئ 30 سنه. احنا بنطالب بانهاء حاله الطوارئ في كل بياناتنا وفي كل احاديثنا. لكن نائب الرئيس تقدم بكلام انا ايضا اقبله من باب المرونه، بمعنى انه قال يا جماعه الان احنا في ظرف امني حرج وكاننا في حاله حرب. ليست عندي قوات من الشرطه تكفي للتامين. الجيش اللي بيأمن دلوقتي لابد ان يكون موجود بموجب حاله الطوارئ. فانا محتاجها الان. كلام منطقي. لكن دخلنا في صياغه العنوان بس دون التفاصيل. ان ترفع حاله الطوارئ فورا بمنتهى ان ينتهي الظرف الامني. كويس. وكان في الحوار اثناء الكلام بنقول لسيادنا ابراهيم وتوافق معنا الانتخابات اللي جايه سواء كانت انتخابات نيابيه او رئاسيه لابد ان تجرى ومفيش طوارئ حتى لو توافق على ذلك. فاذا يعني احنا بنقدم. انا بقول الان بيقول بعد 3 شهور طب احنا موافقين. فالان البدايه اذا صارت هكذا وشخصنت يعني اتصور ان الكلام الان هيكون كلام موضوعي. كلام مهم قوي. وشخصنت المسائل ما هيش وارده بالتاكيد. ايضا النقطه تعتبر ايضا حاجه ايجابيه جدا ومهمه جدا. الشرطه كانت بتتعامل دائما مع المتظاهرين انهم متآمرين ومندسين وكده. اللي اقر اليوم حاجه ممتازه جدا. حق التظاهر مكفول، ما حدش هيقول للناس امشي من الشارع، ولكن بشرط الا تعطل المؤسسات الدوليه الحياه العامه. ماشي، اتوافق مع ذلك. الشباب عرفوا الكلام ده اللي في الميدان يا فندم؟ قد يكون بعضهم عرفوا، بعضهم احنا سننقل اليه ووصله ونعمل على توعيته حتى يستوعب هذا. اصل اللي بتسمع حاجه ثانيه. اللي بتسمع ممكن اصل التشويش كثير. حضرتك مقر بده يا فندم؟ ايوه نعم. لان التشويش كثير. بالتاكيد التشويش كثير. واصحاب المصالح في عدم الاستقرار كثير. ولا بد ان نعلم تاني يا فندم اصحاب في ناس لها مصلحه، بمعنى ان مثلا السيد عمر سليمان يقود الان مرحله من المراحل. لا يسلم من ان يكون هناك اخرون واجنحه ما زالت لها قوه تعوق هذا المشروع. ربنا يستر. ربنا يستر. انا يعني انا كراجل يعني في السياسه وبعمل في السياسه لا استبعد ان يكون هناك اجنحه تريد ان تعوق هذا المشروع. طب انا عايزه اسال بس سؤال بالنسبه لانه سيد كان بيسال على الشباب في المظاهرات بشكل عام، هل نقلت لهم الصوره؟ لكن خليني اسال على شباب الاخوان. لو انتوا كقيادات للاخوان توافقتم على رؤيه معينه، شباب الاخوان بشكل جماعي ومنظم سينسحب من المظاهرات ولا هيتم التعامل مع المساله بشكل فردي؟ والله احنا وده برضه هيوصلني لتعامل انا شايفاه تطور نوعي في منهج الاخوان. احنا مش بنتعامل مع شباب الاخوان وتعودنا يعني اللي بيقال عن يعني السمع والطاعه، افعل ولا تفعل. أيوة. مش هي دي القضيه. احنا بنتحاور معهم ونشوف احنا عندنا الشباب دلوقتي رجال، والشباب الموجودين في الميدان رجال لابد ان نحترم رايهم وراي الجميع. شباب الاخوان شريحه تمثل 10 15 20% من الموجود. فشباب الاخوان مثلهم مثل غيرهم في الميدان. احنا بنتعامل معهم كرجال وبنحاورهم، لكن في الغالب الاعم هم يحترمون قياداتهم ويعني يستجيبون لآرائهم، لكن ما فيش ويثقون في انهم يعملوا لصالح المصلحه العليا للوطن. ايه المطالب الثانيه يا فندم اللي طلبتوها النهارده؟ طالبنا اليوم بان من افسدوا الحياه السياسيه ونهبوا ثروات البلد لا يكفي التحفظ على ثرواتهم وتحديد اقامتهم، بل لابد ان يقدموا الى محاكمه وتعلن نتائج البريء فيهم عشان يريح الراي العام. انا ما بقولش انهم يروحوا فين، لكن محاكمه عادله. هذه المحاكمه العادله
تساوي تريح الرأي العام. الرأي العام الآن مترقب كل يوم، واحنا شايفين لما بقول التغيير بدأ فعلا ده له معنى ان احنا كل يوم بنشوف في قرار جديد. ده بيريح الناس، بيريح الأسر في البيوت، بتحس ان في حاجة هتحصل. لكن لا اتصور ان ده بيريح الناس ولا بيخلي البعض يستقوى اكتر ويطالب اكتر؟ ده اللي بيتقال برضو. لا يعني اتصور ان بيريح الناس. الشعب المصري عانى كثيرا. كويس. عانى كثيرا. والشعب المصري شعب طيب وهذه حقوقه على فكرة. وهذه حقوقه. والشعب المصري لما يشوف ان بعض حقوقه بياخدها بيصبر. يعني شوف الشعوب الدنيا صبر على الغلاء وصبر على البطالة بيصبر على حاجات كتير جدا ويوفق أوضاعه. فالشعب المصري شعب عظيم وصابر بحكم طبيعته. يستحق حكام عظماء يتناسوا مع عظمة هذا الشعب. أنا شايفة كده إنه الأمور يعني مطمئنة جدا، يعني اللغة اللي حضرتك بتتكلم بيها مطمئنة جدا، والهدوء والرغبة على التوافق والمرونة والتسامح في أشياء كثيرة. يهمني أعرف يعني هتوصلوا بقى للبيان النهائي أو للحالة التوافقية النهائية اللي هتبدأ بقى تتنفذ إمتى؟ يعني في تقديرك كده يا دكتور سعد. يعني مثلا قالوا إنه أحكام النقد والحاجات دي في خلال 3 أسابيع تكون خلصت. أحكام النقد في خلال 3 أسابيع تكون خلصت. كويس. اللجنة اللي هتعد التعديلات الدستورية ونتناقش فيها في الأسبوع الأول من مارس، يعني خلال شهر. بحيث ان تدخل بقى على التعديلات الدستورية قول خلال 1.5 شهر من اليوم. ايوه. هتعمل تعديلات دستورية علشان تبقى جاهزة على طول بالتوازي. لكن احنا كنا بنطلب ان في اشياء لابد انها تتعمل في السكة لانها محتاجة قرارات. مثلا النقابات المهنية معطلة وفيها ما تمشي. يعني ليه؟ لان في فئات من الشعب بتشعر ان لها حقوق مضيق عليها بتاخدها. دي لا محتاجه تعديل دستوري ولا محتاجه قرار. وفي حكم صدر، حكم القانون 100. في حكم القانون 100 ده كده. الطلبه في الجامعه عايزين يستريحوا، محظورين ومش عارف ايه ومضيق عليهم. لما يعني الترم الثاني يحسوا براحه والامن المركزي ينسحب شويه من عند البوابات والطالب يشعر انه طالب زي اي طالب في الدنيا كده، وتحس الملاحقه اللي عليه هيشعر بانتماء اكثر. يعني انا كنت مع قياده امنيه كبيره وبيقول لي كنت سمعت كده ان في واحد يعني اعرفه لا والده من الاخوان قالوا له انت مش هتتعين معيد في الجامعه رغم انه طلع الثاني بسبب الانتماء لابوه. فقلت له هل تتخيل انتوا الان اللي بتعملوا ده؟ احنا اخوان مسلمين لا يهمنا يبقى معيد ولا يهمنا يبقى مواطن صالح، لكن هل ده بسبب تفوقه بيعاقب بانتماء والده؟ ده ضد الدستور. ده انت بتطلب منه بعد كده ان يكون عنده انتماء للبلد. انتوا الفكر الامن الدولة اللي كان موجود له اثر سلبي كبير جدا، ونتمنى. انت قلت له الكلام ده قبل 25 ولا بعد 25؟ قبل 25. قبل 25. هو كان بيقول في المجلس قبل لما كان في المجلس كان بيقول متهيألي قبل 25 دخل الكلام من هنا وطلع من هنا. لا لكن بعد 25 الموقف يختلف. اليوم اللي انا قلته فيه كان يوم 23 او يوم 24. في هذا اليوم استدعوا قيادات الاخوان في كل المحافظات، كل رؤساء، واستدعوني كعضو من مكتب الإرشاد وممثل للجماعة، وقالوا لي بكرة أو بعد بكرة هتحصل المظاهرة ومش عايزينكم تشاركوا فيها، ولو شاركتوا فيها هيحصل. قلنا إننا نقبل التهديد وهنشارك وهنخرج مع الناس. فكنت بجري الحوار ده في اليوم ده. وثالث يوم تم القبض علي في منزلي في أكتوبر هنا وفي البيت بطريقة أفضل عدم ذكرها. يعني كانت خلاص احنا يعني خلينا نبدأ عهد جديد. احنا ابتدينا عهد جديد نتجاوز عن ذلك. لكن ايضا من الامور المهمه اللي بتخصكم انتم كاعلاميين والناس تحدثت فيها كثيرا اليوم في الاجتماع. يمكن كل الناس كانوا بيقولوا ان الاعلام الرسمي اللي هو ممول من دافع الضرائب بقى حكر على الحزب الوطني. آن الأوان ان الجميع يعني الاعلام يبقى اعلام حر قومي بجد. وانتوا برضو في القنوات الخاصة يعني نبكم من الرذاذ شوية صغيرة، يعني مش زي الاعلام الرسمي، لكن نبكوا شيء برضو من بعض التعليقات ان بتصدر لكم تعليمات وبتوجهوا الرأي العام، وان سبب يعني هذه التظاهرات ان كنتوا اظهرتوا صورة الاعلام
ان الناس بقى كلها متوافقه مع رئيس وهذه القله المندسه اللي موجوده في ميدان التحرير هذه القله لا تعبر، لان الاعلام الرسمي كان بيقول لك دول 1000 2000 بس مؤكد 5000. يا دم. لا احنا ما قلناش على ميدان التحرير، عمرنا ما قلنا عليهم 1000 ولا 2000 ولا 3، بس احنا قلنا لفظ قله دي ومندسه دي على اللي حرقوا البلطجية البلد، واللي حرقوا على اللي وشوهوا. حرقوا أنا أتفق البلد. وانا بذلك. اتصور ان حضرتك ممكن تتفق معايا ان اللي حرقوا البلد قله مندسه. واللي حرقوا البلد لابد ان ينالوا عقابهم، لانهم هم دول كان لا اتصور أيا كانوا لم بقى. يكن الامر انا في تقديري الشخصي من القله دول اذا توافقنا على هذا لم يكن الامر لا تحيه للرئيس مبارك ولا للحزب الوطني، وانما لتقويض مشروع اصلاحي جاي. انما الاعلام الرسمي خد نصيبه. خد نصيبه طبعا. بدليل وحضرتك قوي جدا. بقول له احنا انت دكتور سعد انت قاعد معانا شويه، قال لي لا ده انا عندي ميعاد في قناه النيل للاخبار. في قناه ايه؟ يعني اتصلوا بي منذ قليل قناه النيل للاخبار ده خبر هيطلعوني في ده خبر. وحتى انا سالت يعني انا هطلع يعني من غير كلمه محظوره. انا طبعا يعني كلام من غير كلمه محظوره. وبالمناسبه اخذت مني النهارده صحيفه الجمهوريه واخبار اليوم. بتقول اخبار، بتقول اخبار، أحاديث. انت بتقول اخبار. يبقى في تغيير بجد، يبقى في تغيير بجد. والله نتمنى ان السياسه الاعلاميه اللي جايه ان شاء الله تعطي لكل حق حقه ان شاء الله. ده على فكره كل بقى الشكر والتقدير لحضرتك دكتور سعد. بنشكر حضرتك يا دكتور سعد. على فكره سعيد. الكلام اللي بيقوله دكتور سعد تماما يتنافى مع جمل لطيفه جدا قريناها امبارح. كميه النكت اللي موجوده على الانترنت والفيسبوك وفي اللي في الشارع غير عاديه. اخرها كان في امبارح طبعا مطر، حضراتكم تابعتوا اكيد الامطار، ف يعني ايه دعابه لطيفه كده كانت موجوده. كل الفئات اللي موجوده في مصر كل واحد فسر موضوع المطر ده بمزاجه. يعني قالوا مثلا لو الاخوان هيقولوا على المطر هيقولوا ايه؟ لا حوار مع نظام مبارك قبل توقف الامطار. لو الدكتور البرادعي هيقول النظام مسؤول مسؤوليه تامه عن هطول الامطار فوق ميدان التحرير. لو حركه 6 ابريل هتقول مبارك وعدنا بالسلامه وها هي الامطار تغرقنا. قناة الجزيرة هتقول أفادنا مراسلنا في القاهرة أن المسؤول عن هطول الأمطار هم بلطجية الحزب من غير ما أكمل. أما قناة النيل للأخبار فهتقول لا صحة لما تبثه القنوات العميلة من أن هناك سقوط للأمطار فوق المتظاهرين. أتصور أن المشهد ده كله اتغير تماما النهاردة. تصبحوا على خير.